يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت عليه، نحن راجل كبير ضعيف وشرع الاسلام اوصل لشيء تتشبث به ولا تكثر عليه، ما تقدرش عليه، وصلني بحاجه واتمسك به. قال له ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دي حاجه سهله، هتكلفك حاجه طول ما انت قاعد سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اللهم صل على محمد استغفر الله استغفر الله الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانت طول ما انت قاعد بتستغفر وانت بتشتغل خلي لسانك شغال بذكر الله، دي من اهم الاسباب لزود الايمان. كذلك من اسباب زياده الايمان قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم، تقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام. قراءه سيره الصالحين من اسباب زياده الايمان. صحبه الاخيار، خير الاصحاب من اذا رايته ذكرك بالله. يعني في واحد تشوفه يذكرك بالطاعه، واحد ثاني تشوفه والعياذ بالله يذكرك بالمعصيه. افضل الصاحب انت اول ما تشوفه تصبر الله، يعني تصبر طاعه الله. ولذلك ربنا قال ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صحبه الصالحين يحتاج الى صبر. ليه يكون حاجتك على صلاه الجماعه، يصحيك لصلاه الفجر،